المسار ده واصل ما بين اي سي البي ام يو اللي هو اي سي الباور واي سي الهايدرا اللي هو اي سي اليو اس بي في الايفون. المسار عليه مقاومة على التوالي وعليه مقاومة على التوازي. المقاومة دي قيمتها 0 اوم والمقاومة دي قيمتها 0 اوم. المصمم قرر انه يلغي المسار ده فشال المقاومة التوالي، كتب عليها نو ستاف، اتلغت خلاص. المقاومة دي مش موجودة على البوردة عشان هو قرر بعد ما خلاص الدوائر اتصممت قال لك لا انا مش عايز المسار ده، خلاص انا هلغيه، فشال المقاومة التوالي وخلى كتب عليها على المخطط نو ستاف. المقاومة التانية دي قيمتها كام؟ 0 اوم. الجزء بقى اللي واصل بالاي سي ده مازال واصل بالمقاومة دي. المقاومة دي خلت المسار بتاع الإشارة متصل مع الأرضي بمقاومة 0 اوم، فالمسار ده بقى أرضي. في الأساس ما كانش أرضي، إنما هو لغاه وخلاه أرضي. عايز أقول لك إن النقطة دي لو اتشالت من على الاي سي او اتشالت من على البوردة او المسار ده انقطع في البوردة مفيش داعي انك توصله، ما هو بقى مسار ملغي. طيب يا باشمهندس الارضي، ما هو الارضي لو ما توصلش هتبقى الدايره مفتوحه. لا يا حبيبي، ما هو مش ده ارضي الاي سي اصلا. ارضي الاي سي هو الفي اس اس، الدي في اس اس اهو واصل مع ارضي البورده، انما النقطه دي هي في الاساس هي مش ارضي الاي سي، هو وصلها بالارضي عشان يلغيها مش عشان هي ارضي الاي سي. فهمت؟ عشان كنت بتسأل على المقاومة وعلى بعد المسار، هو لغى الكلام ده. فالنقطة دي لو طارت من على الاي سي مش مشكلة، لو طارت من على البوردة في 60 داهية مش مشكلة، ده مسار ايه؟ لان اصلا هو لغى الخط، هو المصمم بتاع الدايرة دي جه في الاخر وغير رأيه ولغى الخط ده.